السلام عليكم. اليوم أنا حابة نشارك بقصتي كمواطنة من بعد صدور قرار سيادة الوزير بفرض الحجاب. أنا من أول يعني من بعد القرار هذا تعرضت لكمية تنمر ومضايقات، يعني كانت سواء على الميديا وعلى الواقع. أول موقف كان وأنا طالعة ماشية لي بنزور حوش صديقتي، فنتفكر كانت في سيارة قاعدة تلحق فيا. لحقتني طبعا السيارة وهيك، فقعدوا يعني يقولوا لي في كلام بمجرد اني يعني ممكن جزء من شعري باين من الحجاب، فقعدوا يقولوا لي وين عماد وتونا دولك عماد يعني كان مجموعة من الشباب وبصوت عالي، يعني كان الموضوع مزعج هلبة يعني وما فيش حد يعني يتحمله. يعني طريقة المضايقة هذه لا تحتمل بصراحة. كان يعني على الميديا كنت نتناقش أنا وشخص يعني على تطبيق إكس، فمن ضمن الحاجات يعني أنا كنت نتناقش على موضوع عام، فخدوا صورتي طبعا وبدوا يتنمروا، يعني إن أنا شكلي كان يعني منعرفش كيف وكذا، وانتي كيف تعترضي على حاجة زي هذه. يعني بدأ الموضوع شخصي وتعرضت يعني كلام غير لائق بخصوص الموضوع هذا، ويعني تعليقات كانت قمة في قلة الأدب. وهذا اللي صار معي.